ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل معاكم احلى صينيه بطاطس بالفراخ بمكونات بسيطه وعلى كد الايد. الوصفه سهله جدا وبسيطه جدا جدا. يلا نقول اول خطوه معانا هي تقطيع الفراخ. بنقطعها حسب انتي عايزه تقطيعها ايه. حبايبي الفرخه اللي معايا دي قطعتها على 6 قطع، بس انتي يعني تقطعيها زي ما انتي عاوزه، كبيره او صغيره تبع الحجم اللي انتي عايزاه والقطعه اللي انتي عايزاها. دلوقتي انا بفشي الطماطم على اساس ان انا هتبلها بالتوابل اللي هي معايا. انا خطيت الطماطم دلوقتي هحط عليها التوابل اللي انا هتبل بيها عشان يبقى طعمها حلو. معلقه بابريكا صغيره، معلقه صغيره توابل فراخ، معلقه صغيره توم، معلقه صغيره زعتر، معلقه صغيره ملح، 2 معلقه زيت، 2 معلقه خل، 2 معلقه صلصه. بعد ما حطينا المكونات هنخلطهم سوا مع بعض. حسيت ان الخلطه تقيله شويه فحبيت احط لها حبات ميه على اساس ان هي تبقى تشرب الفرخه من التتبيله عشان يبقى طعمها حلو. بعد ما خلصنا التتبيله مع بعض وخليناها تبقى شكلها كده هنحطها على الفراخ عشان تشرب التتبيله. بعد ما حطينا التتبيله على الفراخ لازم نحركها كويس عشان تشرب التتبيله من الفراخ حلو خالص، ونحطها في التلاجة لمده ساعه. ده كان الشكل النهائي للفراخ اللي فيها التتبيله. هغلفها واحطها في التلاجة لمده ساعه. بعد ما غلفناها هحطها في التلاجة. بصراحة هي مش هي بيتت يعني، هي المفروض تبقى ساعة، بس انا لو مستعجلة تبقى ساعة، بس انا عشان تاني يوم هطبخها خليتها بايتة. النهاردة تاني يوم. دلوقتي بقطع البصل علشان صينية البطاطس. دلوقتي بقطع الطماطم شرايح برضه علشان صينية البطاطس اللي انا هعملها معاكم في الفرن. قطعت الطماطم والبطاطس والبصل ومعها كوباية مرقة زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. دلوقتي جهزنا الصينية وبنحط فيها البصل شرايح شرايح، حلقات حلقات كده. هنبتدي نرص المكونات زي ما انتوا شايفين كده، البصل والطماطم والبطاطس. بعد ما سبت الفراخ في التلاجة لمدة يوم طلعته من التلاجة ورحت حطيته على الصينية اللي انا عاملاها. اخر حاجه معايا المرقه اللي انا عاملاها دلوقتي هحطها على الصينيه وهحط فوقيها عصير طماطم ومرقه مع بعض. وده الشكل النهائي للصينيه. ونكون مشغلين الفرن تكون سخنه عشان نحط فيها الصينيه. ودلوقتي هنحط الصينيه ونقفل عليها. وده الشكل النهائي للصينيه، ويا رب يكون عجبتكم وبالهنا والشفا. حبايبي ما تنسوش اللايك والاشتراك وفعلوا الجرس.